في بلد النيل في أرض مصر القديمة اتولدت واحدة من أكتر النساء اللي سابوا بصمة في التاريخ كله. كان اسمها كليوباترا السبعة فيلوباتور، وكانت آخر ملوك مصر من الأسرة البطلمية، وسنين حكمها كانت من 51 قبل الميلاد ل30 قبل الميلاد. وطبعا التاريخ قبل الميلاد كانت السنة الأكبر هي الأقدم، يعني 51 قبل 30. كليوباترا ما كانتش مصرية الأصل، لأ، هي كانت من أصول يونانية مقدونية، وكانت من سلالة الإسكندر الأكبر اللي فتح مصر وأسس حكم البطالمة. لكن المميز فيها إن هي كانت أول حاكم بطلمي يبقى بيتكلم اللغة المصرية القديمة، وده خلى الشعب المصري يحبها ويحس إن هي واحدة منهم. كانت ذكية جدا ومثقفة وبتتكلم أكتر من 7 لغات، منهم المصري القديم واليوناني والعبراني والسوري والأثيوبي. وكمان كانت فصيحة ولبقة، وكمان دارسة للفلسفة والسياسة والعلوم، يعني كانت حاكمة عندها عقل قوي قبل أي حاجة تانية. لكن رغم كده حكمها ما كانش سهل خالص. بعد وفاة والدها بطليموس الثاني عشر اتقسم الحكم بينها وبين أخوها بطليموس الثالث عشر، واللي حاول إن هو يستولي على العرش لوحده، لكن كليوباترا كانت أذكى من إن هي تستسلم. وفي عز الصراع ده وصل يوليوس قيصر لمصر، وده كان واحد من أقوى رجال روما. وهنا بقى بدأت اللعبة السياسية الحقيقية. كليوباترا دخلت عليه ملفوفة في سجادة، لأن هي كانت عايزة توصله وتقابله من غير ما حد يمنع. والموقف ده قلب الدنيا وخلى قيصر ينبهر بيها وبذكائها وبجمالها وبجرأتها، وكمان وقف في صفها وساعدها، وقدرت إن هي بمساعدته ترجع العرش المصري. وكمان انتصرت على أخوها اللي غرق في النيل أثناء المعركة. وبعدها علاقتها بقيصر ما كانتش مجرد قصة حب، لأ، كانت تحالف سياسي قوي جدا حافظ على استقلال مصر مؤقتا. ومن قيصر أنجبت كليوباترا ابنها بطليموس الخامس عشر المعروف باسم قيصرون. لكن لما اغتيل قيصر في روما رجعت كليوباترا لمصر، ودخلت بعد كده في تحالف جديد مع مارك أنطونيوس اللي كان أحد قادة روما الكبار بعد قيصر. والعلاقة بينهم كانت مزيج من الحب والسياسة، وكمان اتجوزوا رغم رفض مجلس الشيوخ الروماني للجوازة دي. طبعا التحالف ده خلى أوكتافيوس، وأوكتافيوس ده اللي هو كان ابن أخت قيصر بالتبني وكمان خصم لأنطونيوس، خلاه يعلن الحرب عليهم هما الاتنين. وفي معركة أكتيوم سنة 31 قبل الميلاد انهزم أنطونيوس وكليوباترا قدام أسطول أوكتافيوس ورجعوا لمصر. ولما عرف أنطونيوس إن كليوباترا ماتت، وطبعا دي كانت إشاعة، راح انتحر. وبعدها بفترة قصيرة اختارت كليوباترا هي كمان إن هي تنتحر وتموت بكرامتها، وماتت بلدغة أفعى سنة أفعى الكبرى سنة 30 قبل الميلاد. وبموتها انتهى حكم الفراعنة في مصر، وبقت مصر ولاية رومانية تحت حكم أوكتافيوس اللي بعد كده بقى اسمه الإمبراطور أغسطس قيصر. لكن كليوباترا ما كانتش مجرد ملكة أنهت حياتها بمأساة، لأ، دي كانت رمز للذكاء والدهاء والسياسة، وكانت واحدة من أعظم النساء في التاريخ. فضل اسمها عايش لحد النهاردة، مش بس كرمز للجمال لكن كرمز للقوة والأنوثة والسياسة في وقت واحد. السؤال بقى اللي دايما بنسأله، هي كليوباترا كانت ملكة جمال ولا ملكة سياسية بتفكر بعقلها؟ والحقيقة ان هي كانت الاتنين مع بعض. ودي كانت قصة كليوباترا الملكة اللي قدرت تخلي التاريخ كله يقف عندها منبهر.